مفيش لعيب من الجيل الحالي للاهلي يستحق التيشيرت اللي هو لابسه. مفيش لعيب من اللعيبه دي فاهم هو بيلعب فين وفي انهي نادي. كل الاهلاويه كانوا فاقدين الامل في الدوري وخلاص، كنا بننافس على المركز الثاني قبل ما نشوف ماتش الزمالك وانبي. ولكن بعد تعادل الزمالك وانبي حرفيا الكوره بقت في رجليك انت تكسب بيراميدز، بعد كده تخش تكسب الزمالك تبقى نفس رصيد الزمالك. لكن اللعيبه بتفرط في الهديه دي، وانا عمال اتكلم عن اللعيبه بس لان كده كده المدير الفني منتهي من زمان. الاهلي حرفيا ما لعبش غير اول 10 دقائق، وده بسبب الجمهور اللي كان مدي حماس قوي جدا في اول ماتش، وبيراميدز اللي كان متراجع في الاول. الاهلي بيقدم اداء في منتهى الاحباط. اللعيب في الملعب يا اما بيديك حاجتين، يا اما بيديك لمسات فنيه وجماليه مفيش غيره يقدر يعملها، يا اما بيديك روح تعوض الفنيات اللي مش موجوده عنده. واللعيبه بتاعتنا ولا بتدينا ده ولا بتدينا ده. الجيل ده من اللعيبه شبعان خلاص، مش عايز بطولات، هو بس بيفكر في الفلوس. بتديله الفلوس اللي هو عايزها خلاص انت شبعته. الجيل ده ما عندوش اي دوافع ان هو يعمل اي حاجه. انا مش متخيل ان في لعيبه ممكن تبقى في الملعب قدام الجمهور ده كله، والجمهور عمال يهتف من اول دقيقه، ويبقى ده رد فعلها ودي النتيجه اللي احنا شايفينها في الملعب، خصوصا بعد تعادل الزمالك حرفيا ادى الاهلي النهارده هديه واللعيبه كلها فرطت فيها. وطبعا مش هنطلع الموضوع ده من الاداره جزء كبير جدا من المشكله. ولو سريعا كده قسمنا منظومه الكوره لاداره واجهزه فنيه ولعيبه، فاحنا عندنا مشاكل في الثلاث انظمه في النادي الاهلي. احنا بنلعب حرفيا من غير مهاجم، ما عوضناش وسام ابو علي. بنلعب من غير جناح يكون اشول واحد كده زي وليد سليمان يقدر يعمل لك حلول من بره. بنلعب باتنين سنتر باكات ما بيعرفوش يطلعوا بالكوره. بنلعب بمحمد هاني باك رايت، ولما جبنا له بديل جبنا له احمد عيد. وبنلعب بكوكا باك ليفت وما عندناش باك ليفت بديل ليه. وحاجه في منتهى السوء بجد. الفرجه على ماتشات الاهلي بقت بتحرق الدم، ولكن احنا ورا النادي ده علشان النادي مش عشان اللعيبه اللي موجوده فيه. احنا بنشجع النادي والكيان بغض النظر عن مين اللي موجود فيه. ولكن هل حد يختلف معايا ان اللعيبه اللي موجوده دلوقتي في النادي ده ما تستحقش ان هي تكون موجوده فيه؟